كنت موجود في ميتنج ومانجر بيسأل مين اللي عمل الفاينانس داشبورد، فشخص كان مبسوط جدًا رفع إيده وقال أيوه أنا اللي عملت الداشبورد، فقال له وحشة أوي. فطبعًا هنا كانت صدمة كبيرة جدًا بالنسبة للشخص ده قدّام الحضور كلّهم في الميتنج، إن هو ما عجبتوش الداشبورد. طب هو هنا ما عجبتوش الداشبورد كإيه؟ كdesign. وإحنا كنت ساعتها شغال في شركة كنت consultant، وكان مطلوب مننا إن إحنا نعمل redesign أو recreate الداشبوردز الموجودة. طب ما في team موجود already موجود في الشركة وشغال، بس كان المشكلة دايمًا للtop management هي إن شكل الداشبورد مش عاجبهم، ما فيهاش برضه كمان الinsight اللي تخلّيهم ياخدوا القرار. فهنا المجهود الكبير اللي كان الناس اللي بتعمله جوّه الteam وكانت بتسهر، وإحنا في الproject ده كنا بنسهر لدرجة إن في حد مرّة قال لي: "لو عندكم ساعتين فاضيين تدّوا لنا training." قُلنا له: "إحنا لو عندنا ساعتين فاضيين هننام فيهم." لإن من كتر المجهود اللي إحنا كنا بنعمله في الproject ده. فهو حتى قال لي: "بعد الproject أنت هتنسى المجهود ده وهتفتكر الsuccess." وفعلًا ده اللي حصل، إن الproject ده خَد أحسن تالت project في الMiddle East في السنة دي، لإن الproject ده كان بيقدّم value للmanagement، value كinsight كمعلومة وكمان كdesign. فمهم جدًا إن أنت تركّز على الdesign، شوف dashboards معمولة إزاي، مش مجرد إن أنت الdesign اللي في دماغك، دَوّر على dashboard، دَوّر على examples. يعني مثلًا عندنا جوّه الكورسات في 8 dashboard examples عشان يبقى في different design ودي designs مختلفة وأفكار مختلفة. خُد أفكار من dashboards وطبّقها على الdata بتاعتك. شكرًا ليكم واشوفكم في فيديو جديد قريب بإذن الله.